نخش على الموضوع المهم بقى والأهم، هو عودة فريرة. عودة فريرة بشكل رسمي حتى الآن محدش اتكلم مع فريرة في عودة. دي كانت فكرة اتطرحت من خلال الكابتن أسامة نبيه، إن طالما انتوا كده كده هتجيبوا مدرب أجنبي، خدوا بالكم الاتفاق كان مع أسامة نبيه إن هو هيدرب فترة مؤقتة لحد ما هما يستقر على مدير فني أجنبي. فجه كابتن أسامة نبيه طرح الفكرة، ليه طب بدل ما احنا نجيب مدرب واحنا في وسط الموسم ومدرب أجنبي، طب ما نرجع فريرة، خصوصا إن هما عندهم مشكلة مالية. خصوصا الزمالك عنده مشكلة مالية إن هو المدرب ليه مستحقات متأخرة تقريبا، في ناس بتقول 3 شهور، في ناس بتقول أكتر، في ناس بتقول أقل، غير الشرط الجزائي بتاعته. الشرط الجزائي بتاعه اللي هو تقريبا 3 شهور. فكابتن أسامة اقترح إن هو طب بدل ما أنا هدفع، طب ما أنا بالفلوس بتاعته دي أنا خليه يكمل. بس هل ده فكرة منطقية؟